دلوقتي هعلمك تقنية مذهلة جدا 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 اسمها الاوتوجينيك. دي لو جربتها وطبقتها هتغير حياتك 180 درجة. لو اتعودت عليها هتفيدك جدا في حياتك. اول حاجة هنجيب ازازة ومية، نملى كوباية بس واحدة. تمام. في البداية خالص وقبل ما اشرح بليز تعملوا لي فولو ولايك واكسبلور. عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس، وانا اوعدكم هتشوفوا حاجات اكثر جنونا واثارة ومثبتة علميا في علم النفس. تمام. التقنية دي مستوحاة من ساينس اوف لينجستيك بروجرامينج، ان احنا بنبرمج علينا الباطن او البرمجه اللغويه العصبيه. فنفترض مثلا ان انت عندك بكره مقابله عمل مهم، عندك بكره خروج، عندك فرح، عندك بكره يوم انت خايف الا ما يطلعش زي ما انت عايز. بمنتهى البساطه انت هتعمل تصور جوه عقلك الباطن وترسخ فيه فكره ان يومك هيبقى حلو، وهتثبتها بموضوع حاجه اسمها اللي هو النقله ما بين الواقع والخيال. تمام. قبل ما تنام ب5 دقايق عايزك تتخيل ان يومك اللي هو بكره كان اجمل ما يكون. تمام. اول حاجه هتعملها ان انت هتشرب نص كوبايه الميه اللي هو ايه قبل ما تنام كده. حلو. خلاص اشرب نص كوبايه الميه، حطها جنبك في مكان معين. تخيل في خيالك انك اول ما بتصحى من النوم اللي هو تاني يوم، اول حاجه بتعملها انك بتشرب النص التاني، وبعد كده بتقوم بتكوي قميصك الفلاني، بتلبس بنطلونك الفلاني، بتنزل الشارع الفلاني، بتركب المكان الفلاني، بتقابل الناس الفلانيين، بتعمل الاحداث اللي انت عايزها تحصل اليوم التاني. تمام. هنا لما انت هتصحى تاني يوم اول حاجه هتعملها انك فعلا تشرب نص كوبايه التاني. هنا عقلك الباطن بيبدا يدمج الحقيقه مع الخيال، يدمج الصورة الذهنية اللي انت احتفظت بيها جوه عقلك في الفولدر بتاعك مع الواقع نفسه اللي بيقول ده فعلا شرب نص كوباية المية في اول يوم. يبقى كل اللي هو بيتخيله ده المفروض يبقى واقع. فهتلاقي عقلك الباطن بيهيأ لك الاحداث والظروف اللي بتخلي يومك زي ما انت عايز. الفكرة كلها ان انت بعيدا عن اي حاجة ما ينفعش تنام وانت زعلان، ما ينفعش تنام وانت في حاجة لسه ما اتقفلتش جواك، لان عقلك الباطن هيبدأ يحتفظ بيها في فولدر جواك. هيبدأ تلاقي الفولدر ده مفتوح، فبتلاقي ان الجرح ما اتقفلش، ان لسه في حاجات بتضايقك ومشاعر سلبيه بتجيلك. فعشان كده بعيدا عن التجربه دي، قبل ما